السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجاة علي من مطبخ نوجة. هنعمل النهاردة مع بعض طبق البصارة. بينا يلا على الوصفة وعلى الطريقة. ومعانا هنا ربع كيلو فول مدشوش، حطيتهم على النار وعليهم ربطتين خضرة، بقدونس وكزبرة، حطيتهم يتسلقوا مع بعض. هسيبهم يستووا شوية على النار. انا طبعا وفصين توم كمان، ضفت عليهم فصين توم. طبعا هو كده اتشرب المية، هزود مية تانية عشان يستوي، واسيبهم يغلوا مع بعض. وما احس ان هو استوى هفرمه في الخلاط. هو كده عمال يغلي، كده دخل في سوا. وكده بعمل له الطشه بتاعته، بحمر البصلايه في الطاسه. بصل طرنشات جوانح. كده عمال نحمرها. طبعا هناخد نص البصل ده نحطه في البصاره، والنص التاني نحطه على الوش. هو كده اتحمر وبقى جميل. هنشيله بقى من الطاسه، والنص الكميه التانية هنطشها دلوقتي بعد ما ضربته في الخلاط. هنطشها. انا كده ضربته في الخلاط وجبت الطشه اهي، ورحت ضربها وحطها في الحله. وهبتدي بقى ايه، ابخرها بعد الطشه دي، اظبط طعمها يعني، احط حبه ملح وفلفل وكمون. كده انا بتبلها وبهرها. كده بظبطها اهو، بقلبها. تاخد يا دوبك غلوتين كده على النار اهي، بتغلي اهي. انا كده رفعتها من على النار، وبحطها في طبق التقديم بغرفها اهي. وبعد كده بقى احط البصل زينتها. وده كده الشكل النهائي للطبق البصارة. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هتلاقوا المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. سلام حبايبي.